نيلسون مانديلا، الرجل المعروف بالنضال والحب ديالو للحياة، عنده واحد المقولة شهيرة وهي: لدينا دائما الاختيار بين الحب والكراهية، بين تحمل المسؤولية أو الهرب، بين الاعتراف أو الكذب، بين أن نكون على حقيقتنا أو نتظاهر بذلك. في الحياة ديما كاينين تخبطات وصراعات، جامي ما كتلقاها ستابل، مرة زوينة ومرة خايبة، مرة ليك ومرة عليك، ماشي ديما كتلقاها حلوة وسهلة. فباش تكون عندك حياة طيبة وهادئة خاصك تحقق واحد التوازن، خاصك تختار ما هو أفضل وأنسب للراحة النفسية ديالك. فلهذا في هذا الفيديو قمت بجمع بعض الإرشادات والنصائح اللي عطت النجاعة ديالها واللي درسات وطبقات من معظم علماء النفس والاجتماع. نصائح غادي تحتاجها في حياتك اليومية، إرشادات كما بغى يكون العمر ديالك وكما بغات تكون الحالة الاجتماعية ديالك، فغادي تحتاجها باش تعرفها وتاخد بها باش تحقق التوازن ديالك في الحياة. فما نطولش عليكم بزاف، نبداو على بركة الله. اختار شريك حياتك بعناية، حيث غادي يكون مسؤول على واحد 90% من السعادة ولا من التعاسة ديالك. فراه اختيار وتحديد المستقبل، الحالة النفسية والعاطفية بين يديك، ألف تخميمة وتخميمة ولا ضربة مقص. ونصيحة مني: اختار الشريك ذو الأخلاق والمبادئ، فراه الزواق كايطير. عيش كل نهار وكأنك تزاديتي من جديد، حسب نهارك هدية من عند الله. ما تفكرش في الباسي، فراه داز بالزوين والخايب ديالو. وما تفكرش في المستقبل، فراه بيد الله وما عندك فيه تحكم. فراه كاع داكشي اللي عندك في المخيلة ديالك وداكشي الاوهام وداك الافكار الخايبه راه ماشي ضروري كثر. وطبق قانون قوه الان، عيش اللحظه بزوينها وخايبه وتقبلها كما هي. فتق بيا غتعيش احسن لحظات الحياه ديالك، وغتعيشها وانت مرتاح وخالي من كل الكآبه ومن القلق ومن التوتر. حاول تغير العادات السلبيه اللي انت مازال كتقد تتحكم فيها قبل ما تولي هي اللي مغيراك ومحكمه فيك. الا كنتي كتكمي فاقطع قبل ما تولي خاصك تقطع الكارو بسبب مرض اللي هو السبب فيه. كنتي كتاكل الوجبات السريعه بزاف، نقص منها قبل ما تسبب لك في الالتهابات وامراض. كنتي ما كتصليش فحاول تصلي صلاتك في وقتها باش جامي تقطعها وتندم عليها واحد النهار. فبدل العادات السلبيه ما عند حتى عندك الاراده والقوه وقادر باش تبدلها قبل ما هي اللي غادي تبدلك. كما بغات تكون الحاله النفسيه ديالك دابا، مقلق، زعفان، مريض، ما خدامش الى اخره، فكن اكيد راه هذه غير مرحله وغادي تدوز. واحد النهار هادشي كاع كامل غادي يسالي. فخلي النفسيه ديالك ديما ايجابيه وديما متفائل. فشحال من مره مرضنا وحزننا على شي حاجه اللي مشات وندمنا من موراها. ما ندمناش علاش مشات، ما ندمنا علاش عطيناها اكثر من قيمتها وعلاش حزننا عليها. والعنصر النسوي غادي يفهموني مزيان في هذه النقطه، حيت الحزن ديالهم عميق. ما عمرك تثق بحياة التواصل الاجتماعي، ف95% من داكشي اللي كتشوفو صناعة تافهة وتسويق وبيع المثالية الوهمية. فشحال من واحد عايش حياة الرومانسية في الانستا وفيسبوك وكتلقاه واقف على الطلاق من موراها. شحال من واحد كيبيع الهضرة حيت هي راس مال، وتيقول لك يا المزوق من برا اش خبارك من الداخل. فخليك مع ديك 5% اللي بقات واللي كتصنع محتوى هادف وزوين. إلا بديتي كتحس براسك تغيرتي، داكشي اللي كان كيدير فيك واحد الحماس ولا كان كيأثر فيك وكيزعجك وليتي كتستقبله بواحد البرودة. ما تقولش على راسك ما عرفت مالي، ياك ما انا مريض، ياك ما طرا ليا شي حاجه. كون هاني، فانت غير وصلتي لواحد المرحله ديال النضج وتطوير الذات بطريقه تلقائيه. فحاول تزيد في الامور اللي كتنمي الشخصيه ديالك وكتطورك القدام وكتجعلك شخصيه قويه في هذا المجتمع. العياد العقل اكثر من العياد ديال الجسم. لو كور تقد تحيد العيا منه غير بواحد النعاسه حنينه، ولكن العقل لا. العقل كيرتاح الا حاولتي عليه في التفكير، الا ما حملتيه اكثر من الطاقه ديالو، الا ما عطيتيش القلق والتوتر والستريس. كيرتاح الا حسنتي من لاكاليتي ديال الافكار وبعدتي ليه اي حاجه سلبيه. فالحاجه اللي تقد عليها فكر فيها، والحاجه اللي ما عندك ليها جاد اسمح فيها وما تفكرش فيها. وعلميا الا كون لو كور ديالك ديما كيحس بالعيا، فراه العقل تيقولك نوض دير السبور، نوض تحرك. الحياه قصيره، فما تضيعهاش في ساعات طويله في الخدمه، ما تضيعهاش في الحزن والكآبه. ربي خلقنا باش نعيشوا في سلام، فهاد السلام حاول تعيشه في كل دقيقه من حياتك. عيش اكبر لحظه مع والديك، مع ولادك، مع اصحابك. كما كنقولوا تلقى تسرح راه ما دايماش ومولاها ربي.
كما يكون ديما واحد فايتك في الفلوس وفي الصحة، كاين واحد قل منك في هادشي كاع كامل. فقول ديما الحمد لله ورضى بداكشي اللي عندك. والله لا تعيش اسعد الناس. فراه شحال من حاجه مالكها انت كاع ما مالكها غيرك. ولا بغيتي تعرف بقيمه اللي عندك، سير جيب دوره في السبيطارات وشوف المعاناه ديال الناس مساكن. فراه الا عندك صحتك قول الحمد لله، انت باقي الاخر خدم عليه وربي ما كيخيبش. في الحياه فشي مواقف تعلم تقول لا، ماشي ديما تقول فمن الاحسن تقول لا على تقول وتدوز الوقت وتحسر وتندم وتقول ناري كون كان خصني نقول لا. فما تقولش وجهي غالبني، ما تقول ما كنعرفش. تريني براسك وتتعلم، مرة غتخرطها ومرة غادي تجيبها هي هادي. فتفكر هاد الفيديو ديما فين خاصك تقول لا، فقول لا. فكما كنعرفو جميع الانسان عنده العقل الواعي والعقل اللاواعي. واش فراسك بان العقل اللاواعي يمكن لينا نبرمجوه قبل ما ننعسو اولا من بعد ما كنفيقو مباشرة، حيث الموجات الدماغية الفا كتكون نازلة، وهنا العقل تيستقبل وكيميموريزي داكشي اللي كتفكرو. فراه العقل ما كيفرقش بين الخيال والحقيقة. فلهذا قبل ما تنعس ديما نعس على الحاجة الإيجابية. وانت كتنعس تخيل بأنك سعيد، تخيل بأنك انت فرحان، تخيل بأنك اونفور. إلا عندك شي اوبجيكتيف تخيل بأنك حققتيه. فراه ملي كتنوض وكتطبق حياة اليومية ديالك، فالدماغ اوتوماتيكيا وبدون وعي كيبدا يبروبوزي عليك افكار ديال داكشي اللي كنتي كتخيلو وداكشي اللي كنتي كتفكر فيه. فمثلا الا كنتي كتكمي وكنتي باغي تقطع الكارو، فقبل ما تنعس ديما تخيل بانك ما بقيتيش كتكمي وبانك وليتي كتريني وليتي بصحة جيدة. وكل نهار كتبقى تتخيل هادشي، فراه مع الوقت الجسم ديالك والعقل ديالك غيبداو يطيحوا عليك افكار اللي تخليك فري دير وسائل باش تقطع الكارو وتولي كتريني. جربوها وردوا عليا.